السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم، ودي قناتي والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده مكرونة بالبشاميل بكل التكات والاسرار اللي تخليك تطلعي صينية فاخر من الاخر. كمان حبيت النهارده اشارككم الحيلة الذكية او الفكرة اللي جاتلي وبقالي شهور بنفذها، بفضل الله نجحت معايا جدا جدا. بإذن الله هنعرفها خلال الفيديو. كمان طريقة النهاردة طريقة من الألف للياء، يعني لو انتي بنوتة شطورة ولسه أول مرة تخشي المطبخ بإذن الله صينية المكرونة هتيجي من مرة. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس ما تنسوش تشجعوني بلايك كتير كتير بحيث الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين والكل يستفاد. وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة فضلا وليس أمر. أول حاجة بقى هبدأ كده بعصاج اللحمة. بما إننا هنشتغل البشاميل بطريقة اقتصادية، كمان هنشتغل اللحمة بطريقة اقتصادية، بمعنى هحول ربع كيلو من اللحمة المفرومة لنص كيلو. اول حاجه بقى معايا كده معلقه كبيره من السمنه، معايا ربع كيلو من البصل المفروم، وربع كيلو من الفلفل الاخضر. وما تقلقيش من الطريقه خالص، لان طعم اللحمه مش هيتغير، عكس طعم اللحمه هيبقى مميز جدا ومعزز بالاضافات اللي هتنحط له. دول بقى حبايتين من الطماطم انا بشراهم على المبشره. هنا كمان معايا التوابل، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من القرفه، ومعلقه ونص صغيره من الملح. ده لو انت بتحبي الطعم مظبوط، بس في النهايه برضو الملح حسب الرغبه. انا بقى هقلبها كده وهسيبها تستوي على نار متوسطه، ومش بضيف لها اي ميه نهائي، لان البصل بينزل ميته. بالنسبة للمادة الدهنية اللي أنا حطيتها، اللي هي معلقة السمنة، بحط مادة دهنية قليلة، لأن اللحمة بيبقى فيها كمية دهون فبتنزل برضو الدهون بتاعتها. هنا بالنسبة بس للمعلقة اللي أنا حطيتها معلقة بابريكا ممسوحة، عشان بس تعزز معايا اللون الأحمر الحلو للحمة. تعالوا بقى كده نشوف البشاميل اللي هنشتغله ازاي. معايا بقى كده كيلو من اللبن، غليته من بالليل وسبته يبرد تماما وحطيته في التلاجة. هنا طبعا عمل لي قشطة فيها شيلها، بس بالنسبة لكمية القشطة اللي هتطلع هي كمية قليلة جدا، لان كيلو اللبن بيطلع قشطة اكتر من كده. بس طبعا يعني الله يسامحه، طبعا اللبن انا جبت منه غشش اللبن بمية كتير، يعني باين قوي يعني. المهم دي كده كمية القشطة اللي بالنسبة بس لكيلو اللبن أو لتر اللبن بيبقى عبارة عن 4 كوبايات من اللبن. يعني لما بنيجي نعايرهم بكوباية الشاي اللي هي في بيوتنا كلنا، تبقى عبارة عن 4 كوبايات. هنا كمان معايا 3 كوبايات من المية. طبعا كده 4 كوبايات من اللبن، 3 كوبايات من المية، فمعايا 7 كوبايات خليط من اللبن على المية. بالنسبة بس لمقدار البشاميل اللي هو المعتاد او العادي، بيبقى عبارة عن كل كوباية لبن ليها معلقة دقيق وليها معلقة سمنة. بس طبعا زي ما قلت لكم احنا هنشتغل البشاميل معلقتين سمنة زائد حيلة ذكية هنعرفها دلوقتي. بالنسبة بس للتوابل، عبارة عن نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وقالب مرقة دجاج، وطبعا الملح المظبوط. حطيت ملح قد ايه لو عايزة تعرفي، معلقة ونص صغيرة من الملح. دي بقى جوزة الطيب هاخد منها ربع معلقة صغيرة.
هبشرها طبعا على المبشرة اللي هي الناحية الضيقة. بالنسبة بس لجوزة الطيب لو مش بتحبيها تقدري تستبدليها بالكبابة الصيني، دي برضو للي ما يعرفهاش دي توابل بتيجي من عند العطار، تقدري برضو تحطي منها ربع معلقة صغيرة، يعني بيبقى مقارب جدا لجوزة الطيب. نبدأ بقى كده اقلبهم. تعالوا بقى كده نظبط الدقيق. زي ما قلت لكم معانا 7 كوبايات، يعتبر يعني 7 كوبايات من اللبن. هحط كمان 7 معالق من الدقيق. بالنسبة بس لقوام قوام البشاميل، انا عايزة قوام متوسط، لا اللي هو تخين قوي ولا اللي هو يبقى سايل قوي. فالمعلقة بتاعتي هتبقى معتدلة زي كده، يعني مش معلقة هرمية. هحط طبعا 7 معالق. طبعا لو بتحبي المتماسك اكتر تخلي 7 معالق هرمية. تعالوا بقى السمنة زي ما اتفقنا هنحط معلقتين بس من السمنة، وبرضو مش هملاهم قوي لان معالق الدقيق انا مش ملياها قوي. طيب ايه بقى الحيلة الذكية اللي هكمل بيها السمنة؟ هي القشطة اللي انا طلعتها، اللي هي القشطة وش اللبن. تعالوا بس كده نشوف هتطلع قد ايه كده القشطة اللي معانا. ادي كده هم معلقتين، يعتبر معلقتين ونص. طيب انا كده محتاجة كمان حوالي 3 معالق ونص. طبعا انا كان عندي قشطة، دي قشطة برضو كنت شايلاها في الفريزر، برضو قشطة برضو وش اللبن. فهحط 3 معالق ونص عشان اظبط المقدار. كده خلاص حطيت 3 معالق ونص برضو، او يعني حطينا معلقتين من السمنة و5 معالق من القشطة. طبعا شغلت النار بقى كده اقلبهم مع بعض. عايزه بس اقولك على حاجه مهمه، لو طبعا احنا كستات بيوت طبعا بنشتغل طبعا بسرعه، يعني بنحط الحله على النار وبعد كده بنبدا ان احنا نحط الماده الدهنيه وبعد كده الدقيق. بس لو يعني الاحسن تحطي الاول الدقيق وبعد كده الماده الدهنيه اللي هي السمنه والقشطه. ما تحطيش القشطه الاول بعد كده ترجعي تحطي الدقيق، لان ممكن قوي ان القشطه تتلسع منك. حبيت بس اقولك على الخطوة دي بحيث ما تجيش تشتغل يعني القشطة، تحطي القشطة تتلسع مني وفي الآخر تدعوا عليا يعني. فحبيت بس يعني ايه للي مش عارف، يعني حبيت بس انبهكوا الخطوة دي. هنا بقى طبعا قلبت البشاميل حوالي كده 3 يعني 3 تقليبات كده بس، لان انا مش بحمر البشاميل، بقلبه لاني حابة لون البشاميل يكون ابيض. بعد كده هبدأ بقى انزل باللبن شوية شوية واقلب. طبعا بهدي النار وانا بحط اللبن. بدأ قل شوية. طبعا بفضل اقلب فيه عشان بس ايه ما يكلكعش مني. زي ما انتوا شايفين اهو بقى هو انسيابي، مش مكلكع، يعني مفيهوش كلاكيع ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم فكره القشطه دي حلوه جدا، لانها بتدينا ميزه 3 في 1. اول ميزه ان هي طبعا بتوفر معانا طبعا السمنه. تاني ميزه ان هي بتخلي البشاميل كريمي جدا. تالت ميزه ان هي بتغنيكي ان انتي تحطي جبنه، يعني في ناس بتحب تحط جبنه مثلثات فبتغنيكي. لو انت حابه تشتغلي بطريقه تغنيكي عن الجبنه تمام. طبعا ده مش معناه ان انت لو مش عايزه تحطي جبنه ما تحطيش، لا طبعا براحتك. هنا خلاص هو بدأ بقى يبقبق معايا اهو، يعني كده خلاص استوى. تعالوا بقى كده للمكرونه.
طبعا حلة المية اللي هي بتاعت المكرونة بحطها وانا بسوي البشاميل، يعني دي بتبقى شغالة مع دي بحيث برضو ايه ننجز في الوقت. طبعا بعد ما المية ما غليت حطيت بقى المكرونة كيلو الا ربع من المكرونة. طبعا لما بجيب المكرونة بوصي العطار ان هو يديني مكرونة كويسة عشان طبعا ما تعجنش مني، ان في انواع طبعا بتبقى مش حلوة يعني فبتبدأ ان هي تعجن. تعالوا بقى كده للبشاميل. هنا طبعا بعد ما برد شوية هنا كان دافي، يعني طبعا بعد ما بيبرد شوية بيبدأ ان هو يتقل شوية. قبل ما ابدأ ان انا اشتغل او اجهز البشاميل عشان احطه في الصينية ببدأ ان انا برضو ادوقه عشان لو محتاج برضو شوية ملح احط له. هنا كان محتاج يا دوبك يعني رشة من الملح فحطيت له الرشة دي وبدأت برضو اقلب. هبدأ بقى كده اجيب بيضتين، عندي بيضتين كبار، افصل الصفار عن البياض واحط البياض في البشاميل. بالنسبة بس للصفار انا هشيله على جنب، هحتاجه كمان شوية. هنا بقى المكرونة هي كانت سلقت عندي، بسلقها 3/4 سوا وبصفيها من المية وما بغسلهاش نهائي بالمية، يعني ما بغسلهاش تحت الحنفية نهائي، لان المكرونة يا جماعة بتاعت البشاميل او بتاعت صينية المكرونة ما بتتغسلش عشان النشا اللي فيها هو اللي بيربط لي المكرونة. هبدأ بقى احط كده معلقتين من البشاميل وهقلبهم في المكرونة عشان يدوني برضو تطعيمة حلوة للمكرونة. جهزت بقى هنا الصينية، عندي الصينية دي 28، وممكن كمان تشتغلي في صينية 30 اللي يريحك، بس انا عايزة اشتغل في صينية النهاردة 28 بحيث القطعة تطلع معايا عالية. هنا حطيت بقى كده حوالي كده معلقة او معلقة ونص من البشاميل، وابدأ طبعا ادهنها في الارضية وكمان في الجوانب. البشاميل ده فايدته ايه؟ هيبقى العازل اللي هيحمي المكرونة من انها تتلسع في الفرن. هبدأ بقى انزل كده بالطبقة الاولانية للمكرونة، ابدأ بس اساوي كده الطبقة بس ما بضغطش قوي بحيث المكرونة ما تطبقش معايا. هنا كنت بقول لكم يعني ان انا لو ضغطت جامد هتبدأ ان المكرونة تطبق معايا، فطبعا بضغط بالراحة جدا، يعني بساوي بس ما بضغطش جامد بحيث المكرونة ما تطبقش معايا، فبعد كده لما تيجي تقطعي صينية المكرونة هيبقى يعني شكل المكرونة مطبق قوي فالشكل مش هيبقى لطيف. هنا بقى اللحمة اهي، طبعا كل اللي هيدوق صينية المكرونة من تحت ايدك مش هيصدق او مش هيعرف ان انتي كنت شغالة بربع كيلو، لان ده كده شكله يعني نص كيلو،
بجد زي ما قلت لكم طعم اللحمه ما بيتاثرش نهائي بكميه الخضار اللي حطيناه، سواء بقى البصل او الفلفل. هنا بقى احط بقى كده الطبقه التانية من المكرونه، وهبدا برضو ان انا اسويها. هنا بقى هجيب كده بقيه البشاميل اللي عندي وهحطه على الوش. تعالوا بقى كده للصفار اللي شلناه على الجنب، هبدأ احط عليه نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وكمان احط عليه نص معلقة صغيرة او معلقة مسحة سمنة. عايزة اقول لكم يعني المعلقة دي صغيرة اللي هي السمنة، بس يعني انا بحب كده اسميها المعلقة السحرية، بحيث ان هي اللي بتظبط لي الوش وبتخلي الوش بتاع المكرونة ما ينشفش. هبدأ بقى اجيب معلقة عندي كده وهبدأ ان انا اساوي الوش. عايزه اقول لكم بس بالنسبه للتسويه، انا بفتح الفرن يعني لمده 5 دقايق، ده طبعا قبل ما ادخل الصينيه عشان الفرن معايا يسخن. يعني ما بسخنش الفرن قوي، يعني يا دوبك يسخن يكون حامي، وادخل صينيه المكرونه على الشبكه في الوسط. وبعد كده يعني على نار عاليه، وابدا اسيبها تستوي براحتها. تاخد وقت قد ايه، او خدت وقت قد ايه؟ خدت ساعة الا ربع. بالنسبة بس الوش انا مفتحتش الشواية نهائي، يعني بعد حوالي كده تلت ساعة بفتح الفرن فبلاقيها خدت وش من الجوانب، وش محمر يعني. فببدأ ان انا ما بين وقت والتاني اقلب الصينية بحيث الوش يظبط معايا. انا خلاص هي بعد ما طلعت من الفرن كانت هديت شوية، هبدأ بقى كده اقطع. طبعا التقطيعة طبعا اللي انت عايزاه، يعني ممكن تقطعيها قطع اقل من كده. بالنسبة بس للصينية دي تكفي قد ايه افراد؟ تكفي 4 افراد، وزي ما قلتلك يعني ممكن كمان تعمليها في صينية 30. دي بقى المكرونة اهي. عايزة اقول لكم ان طعمها حلو جدا، يعني حتى وهي في الفرن اصلا يعني بعد حوالي كده تلت ساعة أو تقريبا نص ساعة بتبدأ ان هي تطلع ريحتها، يعني وانت قاعدة كده في الصالة بتشمي ريحتها.
طبعا طعم المكرونة مع البشاميل مع اللحمة هايل جدا. زي ما انتوا شايفين بقى المكرونة اهي لا هي مهرية ولا مطبقة، لان احنا طبعا سلقناها 3/4 سوا. هنا الطبق كان سخن جدا فحطيته على الرخام.